البطولة رجعات والماتش ديال المغرب الفاسي والفتح بان بحال شي ماتش ديال الدوري احترافي ديال بصح، مع البداية بن جديدة كيماركي بيت عالمي اللي بطبيعة الحال المعلق خلاه يبان عادي. مكرهناش الرياضية تخلي لينا غير الصوت ديال التيران حسن من نسمعو بحال هاد الاصوات. وجميلة جدا. نكملوا الماتش من بعد البيت الفتح دغيا جابوا التعادل ورجعت الماس ماركا الثاني اللي تماركا بطريقة ديال الكبار، بيت اللي باينه خدموا عليه في التدريب. سال الشوط الاول ب2-1 في الميطه الثانيه مولوعه جاب تعادل الفتح، ولكن سفيان بن جديده حاضر في الماتش وكيماركي الثالث والرابع. سفيان بن جديده اللاعب اللي تظلم في هذا الكان والركراكي ما حاولش يجربه في الماتشات الوديين واكتفى باللعابه اللي مصابين. بن جديده من الرجاء قدر يخرج ويحترف في فرنسا في دوري من الدرجه الثانيه، ولكن قدر يزيد يطور المهارات ديالو الهجوميه ورجع للمغرب عن طريق الماس. بدا معاهم السيزون وكان السبب الحقيقي في النجاح الهجومي ديال الماس، في كل ماتش كيماركي. والماس كيف ما كتعرفوا هاد السيزون رجعت بقوه وكتنافس على مقدمه الترتيب. بن جديده في الاخر ديال الماتش كياخذ الكره بهاتريك. الفتح واخا خسروا ولكن كان خارج ليهم لعاب بحمراء وب10 ديال اللعابه ما رجعوش اللور ولعبوا الكره، وهذه هي العقليه اللي بغيناها تكون عند المدربين في البطوله. اما بركان في الملعب ديالها ما قدرتش تنتقم من بيراميدز، عطاوهم الكره وبقاو كيتسناو كيعتمدوا على المرتدات، ولكن المليوي كيضيع بيت كان ساهل يدخل. وبهذا التعادل بركانه تولي في المقدمه ديال الترتيب ب7 نقاط. اما الجيش قدرت تجيب تعادل من التيران ديال شبيبه القبائل، واخا كلشي كان باغيها تربح في الجزائر ولكن المدربين بجوج كانوا خايفين وشادين الدفاع. بهذه النتيجه ديال 0-0 الجيش الملكي غيكون في المرتبه الثالثه ديال المجموعه. الرجاء تمارك عليها البيت الاول وب10 ديال اللعابه قدرت تتعادل مع التوارقه. الماتش ما كانش ساهل، الخروج ديال بولكسوت واحد من اهم اللاعبين في الدفاع والهجوم، ولكن واخا هكاك ما بانش الفرق. والمهاجم النيجيري الجديد اللي جا للرجاء بصنف اول ماتش ليه رسمي باللي يقدر المدرب يعتمد عليه. الوداد في التيران ديالها بالجمهور كيربحوا حتى لاخر دقيقه ديال الماتش ببيت ماركاه مفيد. هذا الماتش كان داخل فيه زياش رسمي وبانوا اللمسات ديالو باللي قادر يعاون السكواد ديال الوداد في المرتبه الاولى ديال المجموعه اللي جات فيها ب9 ديال النقاط، ولكن كيتسناو ماتش مهم في البطوله. الوداد غادي تستقبل الجيش في دونور، 3 النقاط غادي تخلي الوداد تبقى في الصداره. ماتش ما غيكونش سهل. كان هذا هو الفيديو، الى عجبكم خليو لايك واشتركوا باش يوصلكم الجديد. تهلاو في ريوسكم.